السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده يا شباب هنحل مع بعض تدريبات كتاب المعاصر انجليزي الصف الخامس صفحة 181 و 182 و 183. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة، كنت متشكرة جدا ليك عشان يوصلكم كل جديد. ونقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك read and write the correct from the words، بيقول لك صحح الكلمات اللي بين الأقواس. طيب بيقول لك he always، هتقول له washes his hands before eating، هو بيغسل ايده دايما قبل قبل الأكل. I watch television with my parents، أنا بشاهد التلفزيون مع آبائي every evening، كل مساء. children، الأطفال go to school to learn، الأطفال بيذهبوا للمدرسة ليتعلموا. they don't walk to school، هو مش عايز يمشي للمدرسة. they take the bus، هم أخدوا الأتوبيس، هم مش عايزين يمشوا، هم أخدوا الأتوبيس. she visit his safe visits his grandparents on holiday، في الأجازة. سيف زار أجداده في الأجازة. هنا بيقول لك رقم 6 he catches the bus to Giza every day. my sister studies، أختي بتذاكر English every day، كل يوم. they have lunch together، هما بيتناولوا وجبة الغداء سويا at الساعة 4 كل يوم. they have lunch together. منى and رنا don't like cookies. he doesn't like to play tennis، هي مش بتحب انها تلعب تنس. he drives to work at، هي بتقود للساعة 10. I check the menu، انا تفحصت المنيو and make sure، وتأكدت we have right food، ان احنا طلبنا الايه الطعم الصح. my bosses، اللي هو المدير asks me to repair the vegetable every day، بيطلب مني ان هو يعد الخضروات كل يوم. I cut the vegetable، انا بقطع الخضروات with a sharp knife، بسكينة حادة. at midi the manager opens the restaurant، هتقول رقم 16 we cook lots of delicious food، احنا بناكل اطعمة كتير لذيذة for customers لزبائننا. هنا يا شباب هتقول له we arrive at school at 7 o'clock. the dentist، اللي هو طبيب الأسنان check our teeth at the hospital، فحص الأسنان بتاعتنا في المستشفى. this restaurant، هذا المطعم service، بيقدم delicious طعام لذيذ. the polite، اللي هو المهذب lice سابلين. هنا بيقول لك ماها and نور، هتقول له don't work in كايرو، مش بيشتغلوا في القاهرة أو لا يعملوا في القاهرة. صفحة 182 هنا بيقول لك برضو صحح الكلمات، هتقول له I mustn't drive too fast. هنا بيقول لك we must، احنا يجب look after the environment، نعتني بالبيئة. you mustn't walk، انت يجب ألا تمشي on the grass، على العشب. we mustn't wear، we must wear، يجب ان احنا نرتدي our school uniform، الزي المدرسي بتاعنا. you must not stay up too late. she must not take in the library. you must be quiet at hospital. هتقول له هنا students must listen to their teacher carefully، الطلاب لابد ان هم يستمعوا للمدرسين او المدرسات او المعلمين بحرص. you must not eat in the classroom، انت لا يجب الا تاكل في classroom، في حجرة الفصل او حجرة الدراسة. we must help، يجب ان احنا نساعد our parents، اللي هم الاباء at home، في المنزل. صفحة 183 نهال must tidy، نهال يجب عليها ان هي تنظف او تنظم tidy up the kitchen، المطبخ. طيب هنا بيقول لك you mustn't، انت لا يجب الا make a lot of noise، الا تعمل الكثير من الضوضاء in the hospital، في المستشفى. she is ill، هي بتكون مريضة. she must see the doctor، هي لازم ان هي تشوف الدكتور. we mustn't forget our book، احنا مش بننسى، نحن يجب الا ننسى our books، كتبنا at school، في المدرسة. نهى must help her sick brother، نهى يجب عليها ان هي تساعد اخوها المريض. complete the text، هتقول له هنا وليد is a vet، وليد بيكون دكتور بيطري. he looks after he posts، he must make
sure they are happy and healthy، ان هم سعداء وصحيين. he must prepare، هو لازم ان هو يعد their food، الاكل ليهم. he must give them fresh water، يحط لهم ميه، ميه نظيفه يعني، او ميه عذبه للشرب، او ميه صبحه. he must give them a bath، ولازم يعطوهم الحمام. he must even clean their teeth. كده يا بطل وصلنا لنهايه الفيديو. متنساش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامه.